أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعيني. واليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعضنا طريقة الملفوف. طبعا الملفوف بيحتاج لسلق ولتقطيع، وعلى زي ما بقولوا شغله كتير، لكن اليوم أنا ما حبيت أجيب طريقة السلق والتقطيع، لأنه كتير في فيديوهات كتير سهلة وبسيطة بتوضح لك كيف انت تسلقي الملفوف وتقطعيه بالطريقة الصحيحة. فاليوم استكفيت معاكم اني انا بس اورجيكم طريقة الحشوة مع لف الملفوف، وحتى ما يكون الفيديو طويل عليكم، ويا رب اكون خفيفة عليكم، وتدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، وترفعوا قناتي باللايكات وتدعموني. وخلينا هلقيتا نبلش مع بعض بالحشوة. اليوم راح احتاج بحشوتي للملفوف. طبعا راح نحتاج اللحمة مع البصل مع طبعا عصير البندورة والبقدونس والجرادة وحبة برغل. طبعا انا بحب البرغل احطه بالمحاشي، كتير كتير مميز وبيعطيكي طعم كتير زاكي مع الرز. طبعا صحن رز راح نحتاج. طبعا المكونات الكمية مش راح تتقيدي يعني بكمية معينة، كل واحد حسب أفراد أسرته حسب كمية الملفوف اللي هو عاملها. ويا ريت يا صبايا ما تنسوا اللايك والشير. جيت رح نبدأ بتقطيع البصل لمكعبات كبيرة شوية. يا ريت البصل ما تخلوه ناعم كتير، لانه كتير كتير البصل لما يكون هيك الحبة كبيرة شوي طبعا بتعطي طعم اشهى وازكى للمحشي. فراح نقطعه لقطع اكبر شوية تكون يعني واضحة وظاهرة. راح اكمل تقطيع باقي كمية البصل ونشوف شو راح نعمل مع بعض. طبعا راح نشعل الغاز حتى نبدأ نعمل الحشوة. بالبداية راح نحمي الطنجرة ونضيف الزيت حتى نحمر البصلة. راح ننزل بالبصلة بعد ما حمي الزيت طبعا. أخذت البصلة اللون الذهبي زي ما احنا شايفين، راح انزل عليها باللحمة. طبعا راح نغطي عليها حتى تستوي ونتركها. راح ناخدلها تقليبة نتأكد انه اللحمة استوت يعني، وبنتركها لحد ما تستوي حتى نضيف عصير البندورة. بعد ما تأكدت انه اللحمة استوت راح انزل بعصير البندورة. عصير البندورة طبعا زي ما شايفين انا ما صفيته لانه بالمحشي ما بنصفيه، فبنخليه زي ما هو، مش محتاج لتصفاية حتى يكون معانا تقيل وسميك. وراح اقلبه
مع اللحمة والبصل. راح نحتاج كمان لمعلقة صوص الطماطم اللي هو البندورة، يعني الصلصة، ونضيف له عصير البندورة. وراح نضيف معلقة الصلصة. راح نضيف البهارات، الملح طبعا، بابريكا، الفلفل الأسمر، وبهار المحاشي. طبعا أنا عملت حساب إنه لسه في رز، فيمكن نضيف كمان البهارات مع الرز لو احتاجنا. ف يعني نتركها تتسبك كتير منيح. خلطة طبعا رح نتركها تتسبك ونتركها تبرد حتى نضيفها للرز، لأنه ما بنفع نضيفها للرز وهي سخنة، بتأثر على الرز، ممكن إنه يتكسر معك. فتركيها تبرد وبعد هيك ضيفيها للرز. راح أغسل الرز وأجهزه. أنا طبعا ما نقعت الرز، لأنه الرز لو نقعتيه ممكن إنه يتكسر معك، فبدي أغسله بس مجرد غسل بالمية على طول بنفس الوقت. طبعا اتسبكت البندورة مع البصل واللحمة، بنتوقع كمان اللحمة استوت، فرح نطفي عليه عشان يبرد حتى نقدر نضيفه للرز. هلقيتها طبعا انا راح اضيف الخلطة اللي عملناها للرز. طبعا اخترت الصينية الواسعة حتى اقدر اتحكم بالرز واخلطه منيح. فراح انزل بالرز. طبعا صحن البرغل. أنا طبعا كمية الملفوف عندي كبيرة، كمان ممكن أعمل لي كم حبة كوسة يعني أستفيد منها. أنا بحب أنوع طبعا بالمحاشي. طبعا راح نجيب الخلطة اللي عملناها، البندورة مع اللحمة، وراح ندير. وراح أقلبها كتير منيح بالمكونات. طبعا كتير كتير البرغل بيفرق معاكي بالطعم مع الرز كتير، بيطلع طعمها مميز وشهي. فجربوها بالبرغل واحكولي شو رأيكم. بالأخير راح نضيف البقدونس والجرادة. طبعا راح أقلبهم. بس كنت احط عليهم احمر وجبه دلوقتي لازم نعمل المطبخ بيها نعزلها طبعا على الوشر. طبعا هضيف بهار ماشي لان الرز بيها لقيتها طبعا راح نلف الملفوف
بالحشوة طبعا راح احضر الملفوف. وطبعا اذا حبيت تكوني سريعة راح تفردي لك تقريبا 20 قطعة 15 قطعة اللي تقدري. بس راعي انه العرق الجامد يكون داخل حبة الملفوف، يعني يكون لفوق عشان ما يظهر معاكي ويكون شكلها مرتب وحلو. راح أكمل حرص طبعا شرايح البندورة بقاع الطنجرة عشان تمزمز الملفوف وتعطيه طعم كتير حلو. حتى لون الملفوف بيعطي على حمار وبصير كتير كتير خطير. راح نرص طبعا بالطريقة اللي بتحبيها الرص. بدها كبيرة نحطها هيك. كل واحدة بتتناسب مع حجمها تحطيها. طبعا راح تخلي الناحية اللي فيها الفتحة لتحت قاعدة بالطنجرة هيك عشان ما تفتحش وتطلع منها الرز. لو حابة تعملي اي منظر بالرص بتعملي، بس انا لانه حباتي طولهم مش متناسق فهعملهم بالشكل زي ما حكينا. النتفة اللي فاتحة تكون تحت. طبعا حجم الاصبع زي ما انت بتختاريه كبير صغير، انا حابة يكون بهذا الشكل. في عندي عواد البقدونس، حبيت احط اكم عرق بيعملوا لي طعم. طبعا بنرفعهم بعدين ما بيظهروا. راح اكمل رص كل الملفوف بهذه الطريقة، وبعد ما اخلص راح اورجيكم الشكل النهائي. وهيك طبعا رفعناه على النار وحطيت عليه البهار المحاشي وحطيت معلقة صلصة والملح، وطبعا راح ننزل عليه بالمية. بس قبل ما ننزل بالمية راح نضيف صحن، ححط صحن اصغر حجم، حجمه كتير مناسب. راح ندير المية ننزلها عليه. بسم الله. كمان الصحن هاد بيمسك المفتول انه واحنا بنصب المية ما يفلتش.
ويتفتح ويطلع منه الرز. والمية طبعا مش راح اخليها تظهر لفوق الملفوف، عشان المية وهي بتغلي راح ترفع لحالها وتصل الملفوف اللي فوق وراح يستوي معانا، ونشوف كيف بعد ما يستوي. وهلقيته طبعا الملفوف استوى ونضج، وزي ما انتو شايفين كيف شكله كتير كتير مرتب، وما فيه ولا حبة رز طالعة براته، وكتير شكله حلو ومنظم وريحته بتفتح النفس. ويا